منورينا طبعا. اللي ما يعرفناش احب اديكم بريف صغير كده، احنا مين وبنعمل ايه. احنا هيروز ريسنج سكول، ده فريق اول فريق مصري لاكتشاف المواهب وتاهيلهم للسباقات. في ناس كتير قوي نفسها تخش سباقات، منورانا دي من الاشبال ان شاء الله. في ناس شباب كتير قوي وبنات واشبال برضو في سن صغير نفسهم يخشوا سباقات. فاحنا انا بتكلم عن تجربتي، انا دخلت سباقات يمكن من 2009، ابتديت ان انا اخبط شويه 2011، ابتديت افهم الموضوع 2015، ابتديت احقق مراكز 2017. فالعمر ده كله انا واجهت فيه تحديات كتير، ما كنتش فاهم بقى يعني ايه سباقات واماكنها فين، وما كانش فيه سوشيال ميديا، كان الموضوع رايح في حته ثانيه خالص. دلوقتي الدنيا بقت منفتحه وفي نفس الوقت في تحديات تاني. طب انا ايه العربيه اللي تنفع؟ طب ايه التعديل اللي اعمله؟ طب فين المكان اللي اقدر اعمل فيه ده من غير ما بسبب ضرر لحد او بامن نفسي لو عربيتي خبطت في حاجه او ايا كان. فهي دي فكره الفريق. انا قابلت الكلام ده في سنين، في ابطال عندنا في الفريق الحمد لله قدرنا في 3 شهور وفي 6 شهور نخليهم يقدروا يشاركوا في سباقات ويحققوا مراكز. في منهم ناس موجوده بس في ناس مش موجوده للاسف دلوقتي، زي جوكر، زي ياباني، زي كتكوت دلوقتي اللي موجود، كابتن ولاء. دي اول دفعه لينا ما شاء الله. اول دفعه دي كانت 2018. احنا خرجنا حوالي 26 متسابق اللي هم الاوائل من السباق ده، وهم دول اللي كونا بيهم الفريق. هي ولاء منهم، والحمد لله عملنا 6 دفعات او 6 مهرجانات لاكتشاف المواهب، والحمد لله السابع جاي ان شاء الله. وكل فتره بنعمل زي سهره الخميس كده عشان خاطر الناس تفرغ طاقتها. في نوعين للحاجه اللي احنا بنعملها، في حاجه اسمها سباقات سبيد، دي اللي احنا بنتدرب عليها، ودي اللي هي بتبقى حواجز بتاخدها في اقل وقت، ساعات بتحتاج فيها تشد هاند بس مش تدريفت وتضيع وقت عشان بيفرق معاك. وزي ما انتم شفتوا اكيد ان ابطال الفريق والناس اللي اول مره تنزل انا انبهرت، يعني في ناس اول مره تنزل سايق كويس، وعندنا برضه ابطال الفريق اكيد شفتوا التراك بتاعهم، واكيد شفتوا يقين، يعني مش عارف اللي تابع يقين ايه رايكم في السواقه؟ الله اكبر. طب الحمد لله، يعني الكابتن فلازم الواحد يحافظ على مستواه شويه يعني. بس ده الرسمه بتاعتنا. في حاجه ثانيه اللي ممكن حد يبقى جاي عايز ينزل حر، بمعنى ايه؟ بمعنى اللي انا عايز انزل انا فور فن، انا جاي يعني زي ما بيقولوا كده بلغتنا اساحل فردتين. فتعالى احنا عاملين مكان مؤمن تقدر تنزل فيه، والناس تقدر كمان تبقى شايفاك بشكل كويس، ومفيش حاجه تحصل لك، ولو خبطت هتخبط في كاوتش او بارير.